ازيكم؟ ايه الاخبار يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا نلخص كده التجهيزات اللي انا عملتها في سفريه سيوه. اكتر من 750 كيلو في طريق رايح جاي، يعني تقريبا 1600 كيلو مع التحركات الداخليه دخلنا في 1700 كيلو. مسافه طويله جدا محتاجه تجهيزات قويه، ومفيش ابدا ان انت يلا بينا هنطلع السفريه ديت وتجهز شنطتك وتطلع على طول. لا، السفريه ديت محتاجه ان انت تجهز نفسك بشكل كويس جدا وقبلها بفتره كويسه كمان. انا دلوقتي في مطروح وبكلمك بعد ما انا سافرت سيوه ورجعت على مطروح تاني عشان اقول لك ايه الادوات اللي انا استخدمتها وفرقت معايا جدا اثناء السفريه. وخلي بالك انا هتكلم بشكل مفصل، فكل حاجه صغيره هتكلم عنها هتفرق معاك جدا، وحاول ان انت ما تقدمش الفيديو ده بالذات وركز معايا. قبل ما اخش على تجهيزات المكنه والادوات اللي باخدها معايا، في حاجات كده لازم ابص عليها واتاكد منها قبل ما اطلع على الطريق اللي انا هروح عليه. زي مثلا ان اشوف الاحوال الجويه عامله ازاي، في مطره مفيش، في هواء شديد مفيش، الهواء ماشي في عكسي ولا اتجاهي. وبستخدم في موضوع اتجاه وقوه الهواء دوت ابلكيشن اسمه ويند ديفندر، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، ممكن اشرحه لكم في فيديو صغير على صفحه الفيسبوك، فتاكد انت اعمل لي فولو عليها، هتلاقيها برده في الديسكربشن تحت. ونرجع للطريق تاني، نشوف مثلا في مشاكل على الطريق، في اي اجراءات على الطريق هتعطلنا، في اجواء سياسيه كده مش هتظبط الطريق معاك، اي حاجه بقى بتتابع الاخبار بتاع الطريق اللي انت تمشي عليه في السفريات الطويله بالذات. وانا بكلمك في سفريه سيوه، يعني انت قريب اصلا من حدود ليبيا وممكن تكون منطقه فيها لبش شويه، فانت لازم تكون مركز في حاجات زي كده، تعرف الطريق ده محتاج تصريحات ولا لا. الحاجات دي كلها هتفرق معاك جدا، ولازم تعرف الاجواء العامه بتاعه الطريق اللي انت هتمشي عليه. برده لازم تبص على حاجه مهمه جدا، وهي البنزينات اللي على الطريق اللي لازم تشوفها على جوجل ماب. طريق برده زي طريق سيوه انا كنت اول مره اطلع عليه، يعني مثلا رحت مرسى مطروح قبل كده، فانا عارف البنزينات الموجوده على الطريق. من اول ما تروح لغايه سيوه ما كانش في بنزينه الا بنزينه واحده بس في نص الطريق على بعد 150 كيلو من مرسى مطروح، فانا لو كنت عطلت في النص كنت فعلا هتسوح. فانا عملت حساب ان انا فولت من مطروح مثلا علشان اقدر افول تاني في البنزينه اللي في نص الطريق. فلازم تكون عارف البنزينات اللي في الطريق كويس جدا، وتبص بصه كده عامه، تقعد تتمعن في جوجل مابس وتشوف الطريق هيكون ماشي عامل ازاي معاك، علشان زي ما قلت لك تقدر تكون صوره كامله عن الطريق اللي هتمشي فيه. وخلي بالك ان الكلام اللي بكلمك فيه ده مش مجرد كلام اكاديمي او مثلا قوانين لازم تعملها. انا شخصيا بعمل الحاجات ديت، ودي الاجراءات اللي انا بعملها في معظم السفريات بتاعتي، او بالذات لو سفريه طويله شويه. ووارد ان انا اغلط مره، انسى حاجه مره، زي مثلا ان انا غلطت في سفريه سيوه، او يعني ما كانش غلط قوي ان انا ضغطت في الوقت كان لازم اتحرك، بس اتحركت من سيوه لغايه ما تروح هنا كانت الدنيا ليل والطريق حاره واحده رايح جاي والدنيا ممطره، يعني الطريق كان مبلول، وللاسف لبست حفره كده بسبب ان الدنيا ضلمه والجنط اللي قدامي اتشرخ مني. فانت على قد ما تقدر بتحاول تظبط الدنيا وبتتوكل على الله، والظروف بقى بتمشي زي ما يكون، وانت بتحاول تتعامل على قد ما تقدر. نرجع تاني لموضوعنا، عرفنا الاجواء واطمنا على الطريق، خلينا بقى نروح لتجهيزات المكنه. احنا لغايه دلوقتي كده ما دخلناش في مرحله الصرف، وان انت بقى تبدا تشتري حاجات وتصين المكنه والحاجات دي كلها. واول حاجه هتعملها في الحاجات دي ان انت تروح بالمكنه بتاعتك الميكانيكي وبتشيك حرفيا على كل مسمار في المكنه، كل حاجه حرفيا في المكنه لازم تتاكد انها كويسه، تشيل فرامل بقى، بوجيهات، تربيط وتشحيم، كل حاجه في المكنه. ومن الاخر كده اعرف الميكانيكي ان انت هتسافر الموتوسيكل بتاعك عشان هو برده يشتغل بضمير اكتر ويخلي باله بزياده ويكون حريص في الشغل بتاعه. طبعا الكلام بتاع صيانه المكنه دوت ما تعملوش قبل السفريه بيومين مثلا، لا اعمله قبلها باسبوع، عشان لو ظهر حاجه جديده تلحق تعملها قبل السفريه بيومين. طبعا انا في السفريه دي حاولت على قد ما اقدر ان انا اسافر الموتوسيكل الاقتصادي بتاعي باقل امكانيات ممكنه وباقل تكلفه، علشان اي حد المفروض يسافر السفريه ديت مش يعني لازم يكون معاه فلوس كتير او صارف فلوس كتير ومكلف الدنيا جامد. وهنشوف دلوقتي الحاجات اللي انا جهزت بيها الموتوسيكل بتاعي من الف للياء. من اول حاجه طبعا الراجل محترم كماليات دربكه، الراجل كلمني وفنش المكنه كلها، عمل لي فيها شويه تعديلات كده، تفييم والجنوط وشويه الحاجات الدلع ديت على التانك والحاجات دي كلها، وكمان عمل لي اللوجو اللي كنت بدور على حد يعمله لي الصراحه، فشغل جامد قوي. لو انت حابب تروح تعمل اي حاجه في المكنه بتاعتك روح عند كماليات دربكه وقول له انت بس طرف معاذ وهظبطك على الاخر، بالذات لو انت عايز تطبع لوجو وتحطه على المكنه بتاعتك. خلينا نرجع تاني للتجهيزات بتاعت المكنه بتاعتنا. نبدا من قدام كده نتحرك معاكم واحده واحده. الحاجات اللي انا مستخدمها معايا في السفريه او الحاجات اللي انا مجهز بيها المكنه زي ما قلنا، من اول خوذه هنا ودي اللي ما ينفعش اصلا انت تمشي من غيرها، الخوذه اللي بتعزلك وبتعمل معاك كل حاجه، دي الخوذه بتاعتنا. وبعد كده ده الجاكيت اللي انا هلبسه دلوقتي وانا ماشي، عشان دلوقتي في مرسى مطروح وخلاص هتحرك على القاهره ان شاء الله، وزي ما قلت لك انا بصور لك الحاجه اللي انا بتحرك بيها عادي جدا. ده كده الجاكيت وده الجوانت اللي انا بلبسه. وبعد كده معانا الشنطه الصغيره ديت، الشنطه دي انا بلبسها على ظهري على طول ما بتحرك، عشان فيها الادوات الشخصيه، المحفظه، الحاجات الكاميرا مثلا، الحاجات البسيطه دي بحطها في الشنطه ديت علشان اقدر اتحرك بيها على طول. بعد كده ورايا على طول عشان الموتوسيكل بتاعي مش مريح قوي في القعده بتاعته، الشنطه دي اللي بحط فيها برده الهدوم بتاعته والحاجه بتاعتي بحطها ورايا على طول علشان اقدر اسند ظهري عليها. ومن تحت هنا في المصليه ديت اللي انا بصلي عليها، وفي نفس الوقت بحطها بحيث انها تريحني في القعده، وكمان تدفيني من تحت بالليل لما اكون بتحرك بالليل ولا حاجه، دي بتريحني جدا وبتدفيني جدا من تحت. بعد كده معانا هنا حامل التصوير، والشنط دي بقى معانا قصه هنا. تعالى الناحيه الثانيه كده. طبعا يا جماعه طول ما انا ماشي على الطريق في حاجات كده تخزين، دايما بيطلع مني حاجات انا مبقاش عارف اوديها فين.
وهنا الشنط ديت حلت لي المشكله دي بشكل كويس، وكمان حطيت فيها السبرتايه والقهوه وعده القهوه كده بحيث ان انا اطلعها وادخلها على طول من غير ما اتعب معاها. الشنط ديت انا افتكستها بدل من شنط الجنب عشان شنط الجنب بتكون غاليه شويه، ديت انا خليت حد غالي عليا كده عملهم لي وقضوا معايا الغرض. انا دلوقتي حاطط فيها بعض الحاجات ومليانين على الاخر، عملتها بحيث ان هي تبقى عامله زي بتاعه الحزام كده، ان هي تمسك في الحديد بتاع المكنه وما تفكش منه، وانا برضو احط فيها الحاجه اللي انا عايزها وادخلها واخرجها بكل سهوله. نطلع لفوق هنا تاني ونرجع لاهم حاجه في التخزين كله وهو التوب بوكس. طبعا في ناس كتير جدا تبقى عايز تعرف ان تجيب التوب بوكس ده منين او الادوات دي كلها منين، وهنا جه دور مومو ريسنج اللي ساعدني جدا في النقطه دي. وانا اصلا كنت متدربك جدا في التجهيزات بتاعت السفريه، فانا طلبت الحاجه دي عن طريق الابلكيشن بتاع مومو ريسنج وجات لي لغايه البيت عندي بكل سهوله وكل يسر. طبعا انا جاي من عندهم التوب بوكس ده والجوانتي بتاع السفر ده، وجايب كام حاجه كده ثانيه صغيرين هبقى اصور لكم في فيديوهات ثانيه، حاجات بسيطه برده بس مهمه جدا لينا كركيبه موتوسيكلات. فلو انت حبيت تطلب اي حاجه من مومو ريسنج، اي حاجه تخص الموتوسيكلات هتلاقيها على مومو ريسنج، دخل كود معاذ 10 هسيبه لك تحت في الديسكربشن تحت، تقدر تستخدمه على ابلكيشن مومو ريسنج، وبرده هسيب لك اللينك بتاع الابلكيشن تقدر تحمله من تحت. فشكرا جدا لمومو ريسنج، وخلينا نرجع تاني للاتجاهات بتاعتي. طبعا في عامل رئيسي ومهم جدا في السفريه ديت وساعدني بشكل انا نفسي ما كنتش متوقعه، هو حاجه انت ممكن تشوفها تافهه جدا بس تعالى اوريها لك كده، وهي مثبت السرعه ده. مثبت السرعه ده حاجه كده برده من عند كاملات دربكه، ده انا ببقى ماشي مثلا عايز اثبت سرعه 100 105 110 ايا يكن السرعه عايز اثبت عليها، بفضل حاطط ايدي كده بس انا مش محتاج اعمل حاجه تاني. ده انا ما كنتش متوقع ان هو يريحني، واصلا كنت بحس ان هو شكله مستفز شويه، بس قلت اما اجربه في السفريه لا طلع الموضوع مريح، والموضوع بيظبط معاك موضوع استهلاك البنزين، وان انت تبقى مثبت سرعه معينه بتفضل حاطط ايدك كده على المكنه هي بتفضل ثابته على نفس السرعه، ما بتطلعش كتير ولا تنزل كتير، بيبقى الموضوع مريح تماما. طبعا كل التفاصيل بتاعت ان انا حطيت بنزين قد ايه والزيت والحاجات دي كلها برده هتلاقيها في الفيديو بتاع 1600 كيلو عملوا ايه في الموتوسيكل بتاعي. السفر في الشتاء بالذات بالليل تعتبر فكره مرعبه لجزء كبير من الناس، وفي الحاله ديت هو فعلا الناس بقى عندها حق، لان الجو بيبقى تلج جدا. لو مثلا درجه الحراره 15 10 20 فانت بتبقى ماشي بسرعه 100 مثلا، فانت بتواجه درجه الحراره ديت والهواء دوت بسرعه 100، ولو الهواء عكسك فالهواء بيبقى اشد، فانت بتواجه هواء سائع بسرعه عاليه جدا، فلازم انت بتتجمد على الطريق. فانا في الحاله ديت الحمد لله الواحد من تجاربه الكتير خد خبره كويسه، وبقيت عارف ان انا اعمل ايه مع الحاجات ديت بالذات. حتى لو انا هسافر بالليل ببقى بشكل كبير مدفي نفسي، لان كده كده محدش بيقدر يدفي نفسه 100% على حسب برضو الامكانيات اللي معاك وانت مسافر ولابس ايه، بس برضو حاولت اظبط الدنيا على قد ما اقدر. بدايه من الخوذه فوق، واللي مهمه جدا يكون العزل فيها كويس وما تدخلكش هواء كتير، يا دوب بس الهواء اللي على قد التهويه بتاعتك. نزولا بعدها بالكوفيه اللي بتبقى حوالين رقبتي علشان تدفي رقبتي، وفي نفس الوقت انها تسد الهواء اللي ممكن يخش من اسفل الخوذه. بعد كده ننزل على الجزء العلوي من الجسم، وده اللي بيبقى في وش الهواء على طول، واللي بيجيب من الاخر في الجزء ده هو جاكيت ووتر بروف او جاكيت بامب زي ما بتسميه بقى، يكون عازل الهواء كده خالص، ما بيدخلكش اي هواء لصدرك مثلا او اي حاجه، وفي نفس الوقت بيحافظ على درجه حراره الجسم. وتحت الجاكيت ده بقى لابس 3 4 قطع كمان علشان الواحد يتدفى بشكل كويس، لان حتى لو كان الجاكيت ووتر بروف وبيعزل بس الجاكيت نفسه هو بيسقع، فانت لو الجاكيت مش لابس تحتيه كذا حاجه ثانيه هتلاقي ان الجاكيت نفسه سقع وبيوصلك انت درجه حراره البرد. طبعا في وسط المدعكه دي كلها ببقى سالت الهاند فري كده من تحت الخوذه وبحطها في ودني علشان لو هسمع حاجه وانا ماشي على الطريق. بعد كده نزل على الجوانت التحفه دوت، وهو كان فعلا مدفيني لان هو طبقتين وكل طبقه تقيله شويه، فالصراحه انا ما كنتش متوقع ان هو هيدفيني للدرجه، او ما حسسنيش ان انا صوابع ايدي اتجمدت. والجميل في الموضوع ان في صباعين اللي هم الصباعين دول بيبقوا شغالين تاتش عادي في الجوانت، ممكن تستخدم التليفون بيهم عادي جدا وبيبقى شغال معاك. بعد كده نزل على الرجل وكنت لابس كالسونين وفوقيهم مثلا بنطلون تقيل شويه او شروال تقيل شويه او اي بنطلون تقيل عندك، ويفضل طبعا لو عندك بنطلون ووتر بروف تلبسه فوق الكلام ده كله علشان برضو يعزل لك الهواء، ما يدخلكش الهواء في رجلك او يخبط الهواء جامد في رجلك. بعد كده ننزل تحت خالص تلبس شرابين 3 مثلا، ويكون فيهم مثلا شراب تقيل شويه، وبيتلبس الكالسون في الشراب علشان الهواء ما يعديش، ما يبقاش فيه اي منفذ للهواء في جسمك كله. بعد كده لو متوفر عندك بوت برضو تلبسه، وانا الحمد لله كان متوفر عندي، ويفضل ان هو يكون بوت تقيل شويه او حاجه تقيله قوي من تحت، لان القدم فعلا اكتر حاجه بتتنفخ في الليله دي كلها، وصوابع رجلك هتلاقيها اتجمدت معاك، فانت حاول تتقل تحت على قد ما تقدر وتعزل الصوابع بتاعت الرجل. والحمد لله البوت برضو بيبقى سيفتي شويه من الطوب الصغير، ولو حصل لا قدر الله اي حاجه برضو البوت بيحمي معاك شويه. ده غير طبعا لو انت لابس جزمه سيفتي الموضوع بيكون في حته ثانيه خالص وافضل بكتير من لو انت لابس بوت او كوتش عادي. ده تقريبا كان كل حاجه عن التجهيزات اللي جهزتها في السفريه. لو في حاجه سقطت مني او نسيت اقولها هتلاقيها اكيد موجوده في الفيديو بتاع 1600 كيلو عملوا ايه في الموتوسيكل بتاعي. وبس على كده، انا معاذ سعد ودي قناه موتور، انتظر سفريات وفيديوهات ثانيه قويه جدا. اشوفكم فيديو جديد، سلام.